واحد بيسال حد يعني بيقول له الى متى تقاوم؟ قال له حتى اصل. ما تنساش الجمله دي، الى متى تقاوم؟ قال له حتى اصل. هفضل اقاوم، هفضل اعافر لحد ما اوصل. فقم وقاوم، ولسه الطريق طويل بس الامل اطول، وما دمت انا ماشي لازم في يوم اوصل. وقصتك لم تنتهي بعد، انت بطل قصتك وقصتك لم تنتهي بعد، بس خليك بطل بجد، خليك بطل بجد، ووقت الجد فوق وسد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني من آخر فيديو نزلته معاكم، بحبكم في الله، ربنا ما يحرمني أبدا منكم يا رب. مين فيكم زي كده بيحب الحيوانات؟ بحبها من بعيد لبعيد، لكن ما بحبش أربيها في المكان اللي أنا عايشة فيه. فمجرد ما جابولي السلحفاة كده أنا فرحت بيها ولعبت بيها شوية، لكن بعدين قلت لهم رجعوها مكانها، أنا مش عايزة أي حيوانات في البيت. لان انا واحده لو حسيت ان قطه سلحفه، يعني حتى لو عصافير، اي حاجه، اي نوع حيوانات او طيور، حسيت ان هم راحوا عند الطبق او الكوبايه اللي انا باكل فيها او بشرب فيها، مش هاكل في الحياة دي تاني. فانا بحبها من بعيد لبعيد. كانوا مفكرين ان هم يخضوني ومخبيينها، خد يا ماما جايبت لك حاجه حلوه على اساس ان انا اتخض، بس انا ما اتخضتش عادي، وفضلت العب بيها شويه وبعدين اديتها لهم تاني. بحب السلحفة بس ما بحبش النمط بتاعها. انا بحب اصرارها ان هي بالرغم من الصعوبة اللي هي عليها والحمل التقيل اللي هي شايلاه بتمشي، يعني بحس ان هي شبهي. لا مش في الشكل، في الطبع، ان هي شايله فوق ظهرها كده حياة تقيلة وبتعاني وبتكمل. بس بصراحة ما بحبش خطاها ان هي ضعيفة او بطيئة. هي مش بطيئة، ويشوفنا دايما كده كنا نشوف يقولك كان في سباق ما بين السلحفة والأرنب. الأرنب بغروره مفكر ان هو هيكسب، وطبعا السلحفة اصرت ان هي اللي توصل وهي اللي تكسب بتعبها، وفضلت مكملة لحد ما هي فعلا اللي فازت بالمسابقة دي. فالقصة دي مترسخة في دماغنا كلنا من واحنا صغيرين. بس عايزة اقول لكم ان مجرد ما بتشوفي حاجة بطيئة ماشية قدامك، انا واحدة نفسيتي بتتعب، ما بحبش اشوف حاجة بطيئة، ما بحبش اشوف حد بيشتغل آه، بيعمل حاجة او بيشتغل اللي قدامي بتأني كده وببطء. بتضايق، بحس نفسي عايزة يعني اقول له اركن كده على جنب واكمل انا الشغل ده. فانا احب الحياة النشيطة، احب الحياة السريعة كده يعني. هو انا في طبع الحتة دي تمام. فمع انها مش حلوة يعني، اوعى تفتكروا ان انا بقول على حاجة بمدح في نفسي، لا مش حلوة بالمرة. عارفين لما يبقى في حد كده بيشتغل بتأني وبالراحة وبراحته خالص، تيجي انت بقى تاخدك الهمة والنشاط والقلب السخن الحامي وتروح تقولي لا اركن كده لو سمحت وهات انا اكمل عنك، ويقولك اتفضلي بمنتهى البرود، وتروحي انت مكملة وشايلة الشيلة كلها وطالع عينك ومكتوم ظهرك في الشغلانة اللي انت حشرت نفسك فيها دي. وفي الاخر ايه اللي بيحصل؟ هي الشخص التاني او الطرف التاني بيكسب صحته وانت اللي بتتهدي. فانا مش بقول على نفسي ان انا فيها الطبع ده، القلب السخن والقلب الحامي كده في الشغل والنشاط والكلام ده كله، ان انا بمدح في نفسي، لا ابدا. ده انا بتكلم على صفة مش حباها في نفسي، وما كنتش اتمنى ان هي تكون فيا، بس للاسف انا مولودة بيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي بنات شوية غسيل مواعين كده هغسلهم معاكم وأنا بدردش وبحكي معاكم في رأيي، يعني في حاجة كده عايزة رأيكم فيها. النهاردة هنعمل أكلة حلوة كده أنا بحبها، كلكم عارفينها، هنعمل صينية سمك. فأنا معاناة وما أدراك ما المعاناة بقى لما أكون بعمل مخبوزات أو صواني أو أي أكل في الفرن، بضطر إن أنا أطلع وأنزل 5000 مرة أثناء تحضير الأكلة دي. مش نفس العدد يعني، أنا ببالغ شوية، بس المبالغة مطلوبة شوية هنا في الحتة دي، اللي هو طالعة نازلة طالعة نازلة عشان يعني أتابع الأكل اللي في الفرن، علشان أشوف استوى ولا لأ وما يتحرقش مني، وكمان علشان ببقى خايفة ان انا اسيب الفرن شغالة فوق، بيجيني كده وسواس ان لا قدر الله ممكن تحصل ان النار تمسك في السطوح والحاجات اللي ايه اللي انا ساكفة بيها السطوح دي. طبعا الفرن بتاعتي حجمها كبير، ما ينفعش ان انا انزلها تحت ولا في المطبخ عند عمتي ولا على السلم قدام الشقة عندي ولا في مطبخي، لان هي جنبه يعني حجمها كبير. والفرن الكهرباء انا حكيت لكم معاناتي معاها تمام. كانت في نصيحة من اخت ليا على القناة، ربنا يخليكوا لي يا رب، كانت بتقول لي يا ام يوسف لو انت عايزة الفرن الكهرباء تبقى حلوة معاكي، شغليها قبل ما تحضري الاكلة بتاعتك او الوصفة اللي انت هتخبزيها او هتسويها في الفرن، شغليها قبليها بوقت كده. فانا عايزة اقولك عشان اوصل للنتيجة اللي انت بتقولي لي عليها دي لازم اشغلها قبليها بساعتين، يعني مقابل الاكلة انا اعملها لازم ادفع فاتورة كهرباء مبلغ وقدره.
فانا عليا بايه؟ فالمهم بطلع اسوي فوق، لان فرن الغاز الصراحه لا يعلى عليها في التسويه. البوتاجاز اللي تحت عند عمتي في المطبخ بتاعها عايز ان شاء الله ان شاء الله باذن واحد احد، عايز انبوبه عشان خاطر ايه يشتغل، لان معلوش انبوبه. تمام، فلما اجيب له ان شاء الله هبعت لحد كده يصلح لي الفرن، لان برضو الفرن بتاعته مش حلوه، مش شغاله تمام يعني. واستعملها بس في الفتره الحاليه، وخاصه داخل علينا الشتاء، فالواحد فيه معاناه شويه. فقررت يا بنات، وانا قبل ما اخد القرار ده برضو محتاجه رايكم فيه، وقولوا لي صح ولا غلط. قررت ان انا اخد خطوه كفاياني، تعبت، ظهري اتجطم، اتهديت من طلعة السلم، طالعه نازله طالعه نازله. فقررت ان انا اشتري فرن كهرباء، فرن غاز صغيره. طبعا سالت على انواع كتير، وعرفت ان احسن نوع هي فرن الحشاش. ناس كتير جايباها على المنصه هنا، يعني بشوف اصحاب قنوات كتير جايبينها كده وعمليه وحلوه معاهم. فقررت ان شاء الله باذن الله تعالى احاول الشهر ده باذن الله تعالى، مجرد بس ما اقبض من القناه ان شاء الله ربنا يرضيني كده فيها، واشتري فرن صغنططه كده، يعني تنفع ان هي تتحط عندي في المطبخ، او تنفع تتحط مثلا قدام باب الشيك، واشتري معاها انبوبه. لا انا كده احتاج اشتري انبوبتين، انبوبه للفرن اللي انا هجيبها دي، وانبوبه للفرن للبوتاجاز عند عمتي تحت. ايه رايكم؟ اضحي بالجبط بتاع الشهر ده واشتري الفرن والانابيب، ولا لا، ولا احوش الفلوس، ولا ايه بالظبط؟ بس هي لو على فكره لو ما اشتريتش الفرن والكلام ده كله مش هتتحوش الفلوس، لان المبلغ مش كبير يعني، فهيضيع في مصاريف البيت. وما ادراكم مصاريف البيت عامله ازاي، وما ادراكم النواقص اللي عندي ومستنيه لما اقبض عشان اجيبها. فمحتاره، بقول لنفسي اجيب النواقص اللي عندي، هي النواقص اللي عندي في الخزين، يعني منظفات وخزين وشويه ديكورات كده للمطبخ كنت عايزه اجيبهم، وحاجات زي كده. ولا احط الفلوس بدل في الحياة الفاضية دي كلها، احط الفلوس في الفرن والانبوبة بتاعتها تبقى حاجة تريحني، ولا ما اجيبش ده وما اجيبش ده والفلوس تضيع في الكلام الفاضي اللي هو برضو مش عارفة هو ايه بالظبط. فوالله محتارة، ما عارفة اعمل ايه. اللهم صل على سيدنا النبي. عارفين لما بيقولك في مثل يقولك الجعان يحلم بسوء العيش، فانا مستنيه ان شاء الله القبض ينزل عشان احلم او احقق احلام كتيره، ويا عالم هيتحقق انهي منها. فديني مستنيه ان شاء الله، فقلت اخد رايكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مش عيب ان الواحد يبدا يعني كل فترة يشتري حاجة، الحياة الناقصات ضروريات مش أي حاجة وخلاص. مش عيب إن هو يشتريها على أجزاء أو على مراحل ولا أي حاجة من دي، طالما بتتعبي وبتشتغلي علشان تحققي لنفسك كل حاجة انت عايزاها وبتحلمي بيها، ده مش عيب. انت بتعملي الحاجة دي بتعب. لو اشتريتي، بصي، لو اشتريتي كوباية هتحسي بيها بفرحة، يعني ممكن اللي قدامك يستغرب على كمية الفرحة اللي انت فرحانة بيه، لكن لو هم شافوا انت تعبت ازاي عشان تجيبي الحاجة دي، اكيد هيفرحوا ويحسوا فعلا بنفس الفرحة اللي انت حاساها. اللهم صل على سيدنا النبي. عشان كده اي حاجة عندي في البيت بحبها وبكون متمسكة بيها، وبكون حاساها احلى حاجة في الدنيا حتى لو غيري شايفها مش حلوة، علشان جايباها بتعبي، جايباها باصرار ان انا عايزة اشتغل واشد الهمة كده واشتغل، ولو انا تعبانة اكنسل التعب واقوم اكمل واشتغل عشان ان شاء الله ربنا يرضيني واقبض الشهر ده واجيب الحاجة اللي نفسي فيها. فلما بجيبها بكون فرحانة بيها، ولما بجيبها بكون برضو بحافظ عليها عشان عارفة ان هي جت بتعب، وعشان عارفة ان يعني مش هفضل ان انا اقرر في الحاجة دي واجيبها تاني وتالت ورابع لو باظت يعني. فانا بجيب الحاجة بحافظ عليها عشان هي مرة واحدة هتتجاب، لاني لسه عندي لستة احلام وطلبات، يعني عايزة اقول لكم من الى ما لا نهاية، ومش انا بس، كلنا كده. اللهم صل على سيدنا النبي. كمان انا يعني طلباتي مش كلها ليا، يعني او الليسته بتاعه تحقيق امنياتي دي مش كلها ليا، في حاجات الولاد طالبينها مني نفسهم فيها، في يعني حاجات انا كنت وعداهم ان انا اجيبها لهم وكده، وخاصه رودي، لان انتوا عارفين البنات طلباتها كتيره. فعشان كده بقول لكم ايه، عايزه اركز على الحياه المهمه والضروريه اللي انا احتاجها. فاكتبوا لي كده وانصحوني اتوكل على الله واخد الخطوة دي واشتري فرن غاز صغيرة كده وعلى كدي، ومعاها انبوبة ليها، ولا انبوبة ولا اسمها ايه هي دي، واروح ايه واحطها عندي هنا واريح نفسي من الطلوع والنزول والتوتر اللي انا عايشة فيه. مش عارفة. برضو كان حد نصحني ان انا ابيع الفرن الغاز اللي عندي على السطوح الكبيرة دي،
واشتري مكانها واحدة صغيرة. بس عايزة اقول لكم الفرن الغاز دي بتنفع في الافراح وفي المناسبات وفي خبيز العيد. يعني عندنا ما شاء الله اللهم بارك عمتي خبيز العيد عندها بتعمل بسكوت بكمية كبيرة ليها، هي بعملها لها عندي على الفرن اللي على السطوح. فعندي برضو عمتي لازم كل عيد تعمل العيش الشمسي بكمية وتحمصه، ولازم أساسي عندها إن تخليني أعمل لها الفايش الصعيدي بتاعنا في العيد ده لازم، علشان بتطلع بيه المقابر تزور وكده تفرجوا اللي هو الرحمة يعني. فأساسي عندنا الحاجات دي في المخبوزات العيد ووسط السنة برضو، يعني في الشتاء كده برضو بتحب إن أنا أعمل لها فايش تفطر بيه والكلام ده كله. فالفرن الكبيرة دي منجزة. لكن لو انا اشتريت فرن هتبقى مثلا تشيل صينية واحدة، هتشيل مثلا رغيف عيش واحد، هتشيل رجاجة صغيرة. لو هعمل قرص فطير صغير فاهمين، مش اللي هي انا مش هجيب حجم كبير يعمل لي عائق بقى في المكان وما اعرفش احطها والكلام ده كله. فعلشان كده صعب ان انا استغنى عن الفرن الكبيرة لان ليها استعمالات في البيت عندنا. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه اقول لكم يا بنات ان صينيه السمك دي ليا اسبوع وانا نفسي في صينيه سمك مكاريل، وكل يوم اقول لهم حد يا بنات او حد يا ولاد يطلع يشتري لنا سمك مكاريل عشان نعمل صينيه. طبعا اللي يقول لي عشان مكسلين يطلعوا يشتروا لي مش عشان حاجه يعني، مش بنحبه، لا ملناش نفس ليه النهارده، خليها بكره، اعملي لنا اي حاجه النهارده، عشان مكسلين يطلعوا يشتروا. اصل بصراحه هو مش في المكان اللي انا فيه مفيش حد بيبيع هنا سمك مكاريل، فبيطلعوا مكان بعدنا بشويه. فبقول لنفسي ايه، والله العظيم على العوزه ليهم ان هم كل شويه متحكمين فيا اكل ايه وما اكلش ايه. يعني حتى الحاجه الواحد يحبها نفسه يروح لها متحكمين فيها، اعمليها بكره بلاش النهارده، مفيش لما نفضى نشتري لك الكلام ده. فقلت والله لو انا عندي امكانيه ان انا اعمل لنفسي ميزانيه الشهر في المصاريف يعني البيت وكده، انا كنت هنزل مره واحده في الشهر اشتري 3 4 كيلو سمك مكاريل، هشتري 3 كيلو لحمه مثلا او 2 كيلو لحمه، هشتري 3 4 فرخات، 2 كيلو بانيه، 2 كيلو اجنحه، هشتري مثلا الحاجات اللي تنفع تتفرز من الخضار الحاجات دي كلها مره واحده واخزنها للشهر كله، تبقى في فريزر عندي او تلاجتي عمرانه ومليانه ومحتاجش للذل بتاعكوا ده. والله العظيم ده اللي دار في بالي وده اللي انا فكرت فيه. المهم يا بنات ان السمك ده جابوهولي امتى؟ جابوهولي كان على المغرب، بس مش النهارده، مش في نفس اليوم اللي انا عملته، كان جابليها بيوم. يعني كنت طالباه منهم من ليا اسبوع وانا لاحقه عليهم، جابوهولي ايه امبارح، جابوهولي المغرب. يا دوبك انا كنت فاقده الامل ان هم يجيبوا لي سمك، ورحت عملت ايه، عملت اكل كده كان يعني اليوم ده مشيناه بصراحه. عملت فول وبطاطس محمره وبتنجان، وعملت جبنه وتونه وبيض مسلوق وبيض مقلي بالسمنه البلدي وسلطه، وكان عندي جرجير. يعني ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، كنت عامله سفره تفتح النفس. فيا دوبك انا بخلص بفنش في الاكل كده ولقيتهم جايبين لي خدي اهو السمك اللي انتي ايه اكلت دماغنا بيه وعايزه سمك، عايزه سمك، خدي السمك اهو. ما انا خلاص عملت الاكل، فرحت شيلته في الفريزر وجيت النهارده كده عملته معاكم. اللهم صل على سيدنا النبي. انا حضرت الخلطه اللي انا هعمل بيها اللي هي في الخلاط طماطم، وكان عندي كيس صلصه ضفته برضو على كام طماطميه وخضره، ما عنديش خضره فريش فحطيت خضره من اللي انا حطاها في الفريزر، وحطيت كمان قشرت ليمونه وشلت البذره منها وحطيتها زي ما هي كده صحيحه في الخلاط، والبهارات اللي هي كمون وكزبره ناشفه وملح وشطه، وحطيت حبايه فلفل حامي برضو معاهم، وخلطت الحاجات دي كلها. وبحط في الصينيه اللي انا بعمل فيها بحط رق بطاطس كده بيبقى طعمها تحفه. والناس اللي عارفه محبين صينيه السمك عارفه ان البطاطس ما بتتزفرش ولا بتبقى ريحتها زفاره ولا اي حاجه خالص، تمام، بتبقى طعمه يعني هي طعامة البطاطس والخلطة أطعم من السمك. ف اللهم صل على سيدنا النبي. أنا جهزت على بال ما السمك يفك لأنه كان متجمد كان في الفريزر، رحت ايه جهزت البطاطس والصينية اللي أنا هستعملها والخلطة اللي أنا هعملها دي. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أشكر كل إخواتي وحبايبي ومتابعيني، لا متابعين إيه، انتوا تفوقوا اللقب ده، انتوا أهل وأهل بيت كمان. بشكركم بجد على تعليقاتكم الحلوة وعلى نصايحكم وعلى دعواتكم ليا، ربنا يرضيكم في ولادكم ويجازيكم كل خير يا رب. بصي بنات السمك نجحته في ملح وفي ليمون، وبحب انجعه في شويه دقيق وطماطمايه، بس ايه ما كانش عندي طماطم وفي نفس الوقت برضو ما كانش عندي دقيق، فنجحته في ليمون حلو كده، شويه ليمون كتار كده وملح،
وبسيبه كده بينزل الزفارة ولو في دم او اي حاجة من دي. طبعا بكون حريصة وانا بغسله كويس، يعني اللي هو بغسله وبنضفه وما بخليش فيه عرق الدم اللي بيبقى في سلسلة الظهر دي، وفي نفس الوقت بكون بغسله بالراحة كده علشان ما يتكسرش معايا، لان السمك المكاريل حساس شوية. تمام. فاشطفه شطفة في التانية في التالتة لحد ما الاقي المية بتاعته كده بيضة ونضيفة وزي الفل. وبحضر بعديها الخلطة اللي انا هملحه بيها او الدجة يعني. عندي توم مفروم، ومعاه يعني هو انا لما فرماه بالفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، ومظبطه له الخلطه بتاعته، يعني بستعمله في تتبيله السمك، بستعمله في تتبيله البتنجان المكحرت، اي تتبيله انا عايزه اتبل فيها فانا بستعمل على طول منه. عصرت عليه ليمونه كبيره واحط شويه ملح، واصلا لما بفرم الخلطه دي بحط معاها في الكبه ملح وزيت علشان تتفرم حلو يعني. وحطيت شويه خل، واللهم صل على سيدنا النبي، وبس كده تمام. كده خلاص خلصت. رحت شطفت السمك زي ما قلت لكم مره واتنين لحد ما الميه بتاعته كانت بيضه كده ونضيفه وشفافه. وجبت كده الصينيه، حطيت فيها البطاطس وحطيت فيها كام حبايه فلفل حامي، وهبدا ان انا اتبل السمك واروح رصاه كده على البطاطس. لو عملتيها من بدري وسبتيه زي ما هو كده زي الفل، ولو عملتيه وسويتيه على طول برضو زي الفل، مش يعني في الحالتين هياخد من طعم التتبيله. اللهم صل على سيدنا النبي. انا بحب على فكره السمك المكاريل، بحب اعمله صواني، ما بحبوش مجلي ابدا ابدا. السمك المكاريل اللي لو اتعمل مجلي بحسه زفر، وبحسه ناشف وما بيتبلعش، معرفش ليه. لكن في الصينيه انا ممكن افضل الاسبوع كله اكل صينيه السمك المكاريل دي، يعني اكل نفس الاكل على مدار اسبوع وما ملش ولا سكش منها. زودت كده الخلطة وزودت عليها شوية مية كمان. ايدي طبعا في الرخامة في المكان اللي بشتغل فيه أول بأول، وكمان الحوض اللي أنا غسلت فيه السمك والبولة اللي غسلت فيها، كل ده بيتغسل أول بأول عشان مسيبش أي زفارة ولا أي ريحة. حطيت رشة كده محترمة من الزيت على الوش، وكده خلاص صينية السمك خلصت. أخدتها وطلعت شغلت الفرن، وبالمرة قعدت قدام الطيور شوية، الفراخات البيض اللي احنا جايبينهم، الفراخ البلدي، حطيت لهم أكل يعني، اللي هو كان خلاص على المغرب كده. تمام. فقعدت شوية على السطوح، أكلت فرخاتي وقعدت شوية كده، غيرت شوية نفسية الواحد، وقعدت في الشقة على مدار اليوم كله. طلعت السطوح دي آخر النهار بجد بتفرق كتير. اللهم صل على سيدنا النبي. سبت الصينيه في الفرن، وهو ده الجلج اللي انا بعيشه، ان انا مثلا بكون بكمل تحضير الاكل وبنزل واسيب الفرن شغال. بخاف الولاد، يعني اخاف محمود ورودي بصراحه يقعدوا قدام الفرن، او يعني او يقعدوا على السطوح، اخاف يتلسعوا. ساعات ينسوا ان الفرن شغال يحط ايديهم عليها، اخاف يلعبوا في الاكره بتاعه الفرن يعلوا النار يوطوها لا قدر الله تحصل لهم حاجه. فوانا نازله باخد الولاد لو هم معايا باخدهم في ايدي وانزلهم، يا ماما احنا هنستناكي هنا، اقول لهم ابدا تنزلوا قدامي. بنزل على طول على تحضير الاكل، او اكمل او اشوف لو ورايا حاجه اعملها في الشقه عندي او في المطبخ، وببقى متوتره، جايين توتر من النار اللي شغاله فوق، وببقى مجلجه كده، واروح اسيب الحاجه اللي في ايدي واطلع ابص عليهم، ابص على الفرن، وبعديها بشويه اطلع، يعني برضو يجيني وسواس كده ان الاكل اتحرج او شاط مني، اطلع ابص الاقي لسه، اروح نازله. يعني عشان كده بقول لكم الموضوع متعب بالنسبه لي، فانا فكرت ان انا اريح نفسي وان انا اشتري فرن صغيره كده غاز، واحطها في قدام باب الشقه عندي، ده مكان يعني، او مثلا احطها عند المطبخ، عند دخلة المطبخ، يعني هتبقى صغيرة مش هتبقى عاملة عائق ولا زحمة. ده اللي انا رسماه ومتخيلاه يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يا بنات كنت بعمل شوية رز صيادية محمود اللي طلبهم. حملت البصلاية حمرتها، طبعا هي ما اتحرجتش لأن البصل الأحمر بياخد لون كده يعني، لكن هي مش محروجة. حطيت بعد ما البصلة اتحمرت معايا خدت اللون البني ده، ضفت مكعب مرقة كده وشوية توابل كمون وكزبرة وملح، وحطيت لهم مية مغلية تمام عشان تخلي البصلة تنزل اللون بتاعها. وكنت غاسلة الرز، رحت حطيته على المية وهي بتغلي كده، ظبطت الملح والحياج بتاعه، يعني ملح وكمون، وكنت حاطة مكعب مرقة، فكان شوية رز زي العسل. بعد معاناة وانا طالعة نازلة على السلم، الحمد لله تمت المهمة على خير. والستاند بتاعي ضاع. الستاند بتاعي اتكسر على فكرة، انا مربطاه كده تربيط، ومس يعني بمشي حالي بيه لحد ان شاء الله مشتري واحد.
فتلاقيه بيطلع بينزل بيوجع مني كل شويه. انا وحظي انا ونصيبي والله، لحقت التليفون وانا بغسل المواعين على الحوض، لحقت التليفون وهو هيقع في الحوض في الميه. فالواحد ماشيها كده. المهم يا بنات، غرفت كده بس ما شاء الله البطاطس مستويه والسمك مستوي وزي الفل. التتبيله تحفه، التتبيله احلى من السمك. وغرفت كمان الرز وما شاء الله بألف هنا وشفا. بعد ما تمت المهمة على خير وحطيت لهم اتعشوا والحمد لله ظبطت الدنيا عندي. كان عندي غسيل كالعادة، يعني لو قلت لكم ان الغسيل ده غسيل يوم واحد هتقولي كدابة، وده اللي بيحصل معاكم في كل مرة، تقولي استحالة استحالة ان الغسيل ده بتاع يوم واحد. لا، عايزة اقول لكم ان هو غسيل يوم واحد ما شاء الله. غيرت الولد الأربعة وانا وباباهم، بالاضافة للفرش بتاعهم والستارة ومش عارفة والفوط والحاجات دي كلها، فبتجمع الكمية دي كلها. قلت كده ايه بالمرة اخلص اللي ورايا كله، إيه اللي هو اغسل وانضف الشقة كده عشان تاني يوم يبقى الدنيا عندي هادية كده ونضيفة والشغل عندي فوق قليل. فانزل اكمل الشغل عند عمتي تحت والتوضيبات اللي انا بعملها والتنظيفات والتعديلات اللي ان شاء الله ناوية ان انا اعملها عندها تحت. فيعني اهيئ نفسي لبكرة علشان ما بقاش مضغوطة. المهم يا بنات، جبت كده المكنسة الصغنطوطة الحلوة بتاعتي دي، وبدأت ان انا اشفط الفرش اللي عندي. مفيش حيل ان انا اشيل وانفض واكنس وامسح، فقلت اشفطه كده بالمكنسة الصغيرة دي. اهي ماشية معايا الغرض وخلاص. بس تحفة بجد والله، الشفط بتاعها حلو، بس مشكلتها ان الكيس بتاع اللي اعزكم الله بتاع الزبالة او اللي بيتلعب فيه التراب والحاجات دي كلها صغير، فبتحتاجي كل شوية تغيريه او تفضيها يعني. شفطت كده تحت الكراسي واللي هو تحت الجزامة، تحت او ورا المراية. المهم ان انا ايه، بحاول ان انا اخفف الشغل عني بتاع تاني يوم ان شاء الله، لو لينا عمر كنا من اهل الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى لو ده فيه تعب، بس مجرد ما بتخلصي كده وتروقي بيتك وتخلصي كل الشغل اللي عندك، بتنسي التعب ده كله وبتحسي ان نفسيتك بقت احسن. على فكرة يا بنات، انا في ملحوظة بس كنت عايزة اقول لكم عليها، اللي بيكملوا معايا الفيديو لحد ما وصلنا هنا. انا لما بتكلم في الفيديو معاكم بتكلم بتلقائية خالص، بحكي معاكم اكتر من ان هو يكون محتوى فيديو اقول لكم انا طبخت وحطيت كذا وعملت كذا والكلام ده. لا، انا بتكلم معاكم عادي قعدة اصحاب كده وبتدردشوا مع بعضيكم. لما بتتقابلي انت واصحابك او اخواتك او حبايبك او جيرانك، مش بتقعدي تتكلمي كده بتلقائية، تحكي على يومك، تقولي انا عملت ايه النهارده، الولاد صحيتهم من المدارس، غلبوني اكلتهم، عملت النهارده، نضفت، غسلت مواعين، اليوم كان صعب، اليوم كان سهل. وبتدردشي بالطريقه دي. انا بنفس الموضوع معاكم. انا ما بعتبركوش ان انا صاحبه محتوى وانتم متابعين لمحتوايا والكلام ده، لا، انا بعتبركم حد كده نعرفه وقريب مني وقاعدين ندردش ونتكلم مع بعض. فبتكلم بعفويه وبتكلم بتلقائيه خالص وبحكي يعني احداث يومي. بحكي معاكم انا بحب ايه ما بحبش ايه، مثلا عملت الاكل ده ليه، لان مثلا عندي فلان من اولادي مش بيحبه. إيه، عملت الاكل ده بكميه كبيره عشان انا بحبه. يعني بيبقى الدردشه عباره عن كده، لكن ما بكونش محضره لكم اللي هو بالترتيب واحد اتنين تلاته النهارده، لا خالص. فاللي حاببني على كده وحابب طريقتي وحابب محتوايا بالشكل ده، يعني يا اهلا ويا سهلا ويا ميت مرحبا بيه. لكن اكتر من كده او مش حابين، فبصراحه ما اقدرش ان انا اغير من حاجه انا اتعودت عليها. واحساس متواصل ما بيني وما بين اخواتي اللي على القناه، بان هم فعلا اخوات ليا واصحاب بيت. ده اللي بيوصل لهم من خلال تلقائيتي وعفويتي في الكلام. اللهم صل على سيدنا النبي. بعد ما خلصت يا بنات اتشفطت كده. واخيرا يا بنات يومي خلص. كان يوم متعب على فكره ومرهق. انا عملت 3/4 الشغل بعيد عن الكاميرا. المطبخ اتروق ونضيف اهو زي ما انتم شايفين. كان في جوافه هنا بيوسف جايبها، غسلتها وحطيتها لهم كده. الدنيا نضيفه معايا. بس عايزه اقول لكم، شايفين الطبقين الصغيرين دول، طبقين وكوبايتين كده يعني، اللي هما بتوع العشاء، هغسلهم بس مع نفسي تمام. دول اخر حاجه. لكن المواعين اللي انا غسلتها صفيت، بعد ما اتصفت رتبتها في المطبخ. الدنيا ما شاء الله زي ما انتم شايفين هاديه ونضيفه. طفي الانوار كده. وهنا الصاله برضو نضيفه. هطفي برضو الانوار هنا كده اهو. انا ببقى حريصه اليوم اللي فيه سمك ان المكان يبقى نضيف ومتبخر والدنيا نضيفه كده، مفيش اي ريحه خالص. ودي الصاله اهو برضو نضفت كده وروقت هنا الدنيا. اللهم صل على سيدنا النبي. خلصت كده غسيل، غسلت الشاور والغسالة
وكنت مغيره اوضه الاولاد، مغيره الفرش بتاعهم. محمود نام يا عمري عشان بيصحى بدري المدرسه بتاعته اهو. الدنيا هنا نضيفه زي الفل. واوضه النوم بتاعتي مغيراها برضو، مغيره فرشها ونضيفه. واوضه رودي خلاص الجو طبعا اتحسن هنا الفتره دي، فرودي بتنام في اوضتها. عايزه اوريكم هي نايمه معاها السكوتر بتحطه على السرير معاها، بيبات معاها. ساعات انا بنام معاها هنا، وساعات محمود بيسيب اخواته وبيجي ينام معاها. تعالوا اوريكم كميه الغسيل اللي انا غسلتها. مبدئيا كده انا مخلصتش نشير، في عندي كل كميه الهدوم دي عايزه تتنشر بس مفيش مكان. بصوا انا حاطه الهدوم على بعضها، يعني حاطه كل ملايه السرير عليها هدوم. شايفين كميه الغسيل بتاعت يومين بالظبط. بصوا اوريكم كام حبل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 في 2 يا ولاد ب22 اهو. 22 حبل. ازاي ده؟ اقول لكم انا بحط كده في كل حبل، يعني بحط الهدوم على بعضيها. هي الهدوم بتبقى ناشفه بس بتبقى عايزه تتهوى. مجرد بس الصبح ما يصبح، انا دلوقتي غاسله بالليل، الصبح اول ما يصبح كده الشمس تطلع الهدوم بتنشف وبتتهوى. بالاضافه ان انا ببدا اشيل الهدوم الخفيفه اللي نشفت، واسيب الهدوم التانية تاخد يعني ايه وقتها في الشمس وكده عشان تتعقم. فخلاص كده خلصت الحمد لله، يومي خلص. انام وانا مرتاحه، ده لو عرفت انام من وجع ظهري بس على الاقل كده لما اصحى تاني يوم ان شاء الله لو لينا عمر وكنا من اهل الدنيا يبقى الشغل خفيف عليا. يدوبك اصحى افطر الاولاد، اعمل لهم سندوتشات، امنتج لكم فيديو، اطلع السطوح افطر طيوري، وابدا ان شاء الله كده اروق السطوح شويه برضو لان ليا يومين ما كنستوشي. انزل عند عمتي تحت، يعني شويه كده ان شاء الله شغلي يبقى خفاف علينا. اسيبكم كده في رعايه الله، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم.